النهارده وصفتنا مختلفة، هنعمل حاجة جديدة شوية. النهارده هنعمل pancake، بس مش pancake اللي إحنا متعودين عليه أو بناكله. النهارده هنعمل pancake بطريقة صحية، طعمه حلو أوي، يجنن فعلًا، وكمان طريقته سهلة جدًا، جدًا. الناس اللي بتعمل diet، الناس اللي عايزة تحافظ على نفسها، الناس اللي هي مهتمة إن هي تاكل حاجات البروتين فيها عالي شويتين، الوصفة دي هتكون مثالية جدًا وحلوة جدًا، جدًا، جدًا. وصفتنا النهارده هتبقى حادقة مش حلوة، لكن طبعًا نقدر نستغنى عن الملح ونعمل وصفة حلوة ممكن نضيف لها عسل أبيض برضه هتكون حلوة جدًا، جدًا. يالّا بينا نشوف هنعمل الحاجات دي إزاي. هيبقى معانا كده قطعة جبنة حوالي 100 جرام من الجبنة القريش، هنضيف عليهم بيضة وبياض بيضة، وكمان هنحط عليهم معلقة من البيكنج باودر، هنحط ملح وفلفل أسمر، وده لأننا هنعمله حادق. أما لو هنعمله حلو هنعمل الوصفة دي حلوة فهنقدر نستبدل الفلفل الأسمر. هنحط بداله رشة فانيليا علشان تطيع بس ريحة البيض. هنميكس الحاجات دي مع بعض كويس قوي قوي قوي، نعمي على قد ما تقدري، انا مش عايزة فيها اي تكتلات. وبعد كده هنضيف معلقة دقيق شوفان، او دقيق اسمر عادي اللي هو الحبة الكاملة. هنقلب كويس قوي وهنفرم كده مع بعض. نقدر في الحالة دي نستخدم الهاند بلندر علشان كمان تنعمه على قد ما نقدر، او حتى نستخدم الخلاط. بعد ما هنعمل الخليط ده هنيجي كده في طاسة سخنة من غير ولا زيت ولا اي حاجة، هننزل كده بالخليط اللي احنا عملناه بالمعلقة، هنشكله على شكل دواير كده شبه البانكيك، وهنرش عليه كده رشة من حبة البركة. طبعا حبة البركة اختياري، نقدر نستغنى عنها. اول ما العجينة بتاعتي كده تعمل فقاعات كده من فوق وتلاقيها عليت شوية، فنعرف ان هي كده استوت من تحت، هنبص عليها بالراحة، واول ما لونها يتغير هنشيلها نقلبها على الوش التاني. هنعمل ده بقى مع كل وحدات البانكيك بتاعتنا. شايفين اللون اللي طالع معانا حلو قد ايه؟ شكله بقى حلو قوي، كمان ريحته تجنن وطعمه تحفة قوي. هنستنى بقى لما الوش تاني كده ياخد لون، بعد كده هنطلعه وخلاص احنا كده خلصنا. البانكيك بتاعنا بقى جاهز في 5 دقايق، ما خدش مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة كده سهلة وسريعة، نقدر ناخدها معانا في لانش بوكس او احنا خارجين رايحين شغل او حاجة. طعمه بجد تحفة قوي، هيعجبكم جدا. في الاخر كمان النتيجة بتبقى هايلة. من الوصفات اللي بجد لو جربتوها هتدمنوها، انا متأكدة من ده جدا. اتمنى كلكم تجربوا الوصفة وتقوليلي كمان رأيكم، وبألف هنا عليكم. باي باي.